بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. كم مرة حاولتي تعملي البسبوسة وطلعت معاكي ناشفة او ما خدتش اللون اللي بتحبيه؟ لو كل مرة تقولي انا ما بعرفش اعمل البسبوسة، فالفيديو ده معمول مخصوص علشانك. يلا كده من غير رغي كتير نشوف الوصفة بالتفصيل. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول حاجة كده بيكون معانا كسرولة أو حلة، نضيف فيها نص كوباية من السكر، وهنضيف عليهم كمان ربع كوباية من المية. ضفنا هنا المية علشان السكر كده يتكرمل معانا بكل سهولة. الطريقة دي على فكرة أسهل وأنجح من الطريقة التانية. كده بتكون النار في الأول عالية، هنستنى شوية لحد كده ما المية تتبخر معانا. أو لو ملاحظين ابتدى كده السكر لونه يغير شوية بشوية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده لاحظوا معايا عملنا البسبوسة، أحلى بسبوسة لأحلى فردوس. بعد ما هنوصل للون اللي هنشوفه دلوقتي، هنضيف عليهم كوباية من المية المغلية. انا هنا بس هضيف كوباية الا ربع من المية المغلية، وربع الكوباية التاني هكمله لبن. حابين تعملوها بمية صافي ماشي عادي. شايفين لون السكر؟ وصلنا للون ده. هنا انا هضيف كوباية المية المغلية اهو يا جماعة. دي كوباية الا ربع من المية، وربع الكوباية التاني انا كملته لبن. لكن لو عايزين تعملوها كلها الكوباية مية عادي مفيش مشاكل. ملاحظين كده لون السكر ابتدى كده يتكرمل معايا. يعني لحد ما هنوصل للون اللي هتشوفوه كده، وهضيف عليه المية المغلية اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ضفنا المية المغلية على السكر. كده السكر هيدوب معانا بسرعة وما هيكونش فيه اي تكتلات، هيفك كده مع نفسه. غلوتين كده والسكر اللي مكرملينه فك وداب، هدينا عليهم النار. هننزل عليهم هنا معلقتين كبار كده من عسل النحل، هنقلبهم شوية. بعد كده هنضيف عليهم نص كوباية من السمنة زائد معلقة كبيرة، نص كوباية سمنة زائد معلقة كبيرة. بعدين هنضيف عليهم كمان ظرف فانيليا. وبعد كده هنطفي من عليهم النار ونسيبهم على جنب كده لحد ما يبردوا معانا. تمام لحد هنا تمام. بعد كده معايا هنا 3 كوبايات من سميد البسبوسة، وده اللي هو بيتباع سايب كده عند العطار معلهوش اي اضافات. والسميد ده اللي هو الوسط، اللي هو ولا ناعم ولا خشن. بعد كده معانا الخليط السائل اللي احنا حضرناه. بعد ما برد معانا كده نزلت بيه على سميد البسبوسة، وهبتدي كده اقلب فيهم لحد ما كل السميد كده يختلط فيه ويتشربوا. طبعا هتقولوا ايه اللي في الخليط السائل ده؟ ده عادي يا جماعة من شوية اللبن اللي انا ضفتهم على كوباية الا ربع من المية. هنقلبهم بالشكل ده، وبعد كده هيكون معانا صينية مدهونة بالسمنة. الخليط بعد ما شرب كده السكر المتكرمل والسمنة، ما نبالغش كتير فيه. احنا وبنقلبها يا جماعة نزلت بالخليط كده في صينية مقاس 28. هنبتدي كده نساوي الخليط بتاعنا، هنبل ايدينا بلة مية كده ونساوي الصينية، وبعد كده نديها خبطتين علشان وشها كده يتساوى. طبعا حابة تضيفي عليها اي مكسرات براحتك. بعد كده في نص احنا وبنحضر البسبوسة، طبعا بنشغل الفرن علشان يسخن معانا. بعد كده بتخلي الحرارة متوسطة، يعني لا حرارة عالية خالص ولا هادية خالص، وبنحط الصينية على تاني رف من تحت على الشبكة. طبعا الفرن بس هو اللي شغال، وفي آخر 5 دقايق قبل ما نطلع الصينية بنشغل الشواية لحد ما تاخد اللون المطلوب، طبعا مع المتابعة المستمرة.
على ما الصينية البسبوسة بتاعتنا تستوي، هنا هنحضر الشربات، وهو عبارة عن نص كوباية من السكر، لا عفوا كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وهضيف عليهم عصرة ليمونة، وهقلبهم كده، وبعدين ارفعهم على النار. اول ما يغلي على نار عالية هنهدي النار ونسيبه كده حوالي 3 دقايق، وبعد كده هطفي من عليه النار، وهضيف عليه كيس فانيليا، وبس كده هيبقى الشربات جاهز معانا. شربات البسبوسة بيكون مش سميك يا جماعة، يعني بيكون الشربات خفيف مش تقيل. وده شكلها بسم الله ما شاء الله بعد ما طلعت معانا من الفرن وهي سخنة، والشربات بتاعنا سخن. بنسقيها على طول اهي، زقناها شوية كده من الشربات، اول ما بتبتدي تشربه بنسقيها شوية تاني. انا هنا اديتها كل كمية الشربات، شايفين اهو ابتدت تشربه. هغطيها واسيبها حوالي ربع ساعة. بعد ما عدى عليها كده حوالي ربع ساعة واحنا مغطيينها، هي اخدت كل كمية الشربات اللي معايا. بالنسبة للصميد ال3 كوبايات انا كنت معايراهم بمج الشاي العادي. مش عارفة قلت كده في اول الفيديو ولا لا، هقطع لكم قطعة منها علشان تشوفوا كده قوام البسبوسة. هي يعني المفروض كان استنيت عليها لحد ما تبرد خالص، بس علشان يعني انهي الفيديو. شايفين بسم الله ما شاء الله، واخده لون حلو كده من فوق ومن تحت وفي النص. وشايفين القطعة متماسكة من رغم ان البسبوسة لسه سخنة. شايفين كمان طراوتها كده طرية ومرملة معايا. شايفين شربات البسبوسة لو تجيل معاكي البسبوسة مش هتشربه، ومش هيوصل لآخر الصينية تحت، فهتكون الصينية من تحت هتكون تحسيها كده ناشفة. ليه؟ لأن الشربات هيكون تجيل والبسبوسة ما تشربتهوش كويس. شايفين الطراوة بتاعتها؟ أحلى بسبوسة لأحلى متابعين. شايفين البسبوسة بسم الله ما شاء الله، حلاوة وجمال وطعامة. يعني جربوها وإن شاء الله هتعجبكم، بطريقة سهلة عملناها. وكمان البسبوسة تاني يوم هتكون معاكي أحلى وأطعم من اليوم اللي قبله بكتير. يلا كده لايك حلو للفيديو علشان يتشاف، ومشاركة كتير مع أصحابكم، وخدوا لفة كده في القناة وإن شاء الله تعجبكم. عاملين فيها أحلى الوصفات وأحلى معجنات بطريقة سهلة وبسيطة خالص. خدوا لفة فيها وإن شاء الله تعجبكم، وتنورونا بالاشتراك. مشاركة كتير للفيديو مع أصحابكم علشان يتشاف والقناة تتشاف. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.